بخصوص السؤال الأول المرتبط بالباعة المتجولين، هذا الموضوع هذا كاين 4 ديال المحاور اللي كتشتغل عليها الحكومة. كاين محور يتعلق بالمجهود الذي تم تحقيقه على مستوى العمل اللي قامت به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكاين شق مرتبط بالتنظيم ديال أو لا إخراج القانون المتعلق بالمقاول الذاتي بالرغم من بعض الصعوبات اللي ظهرت مؤخرا. وكاين 2 ديال العناصر أخرى اللي مرتبط بإصلاح وتأهيل الأسواق الذي انخرطت فيه الوزارة ديال الصناعة لإدماج هؤلاء الباعة المتجولين عبر التوقيع على مجموعة ديال الاتفاقيات مع مجموعة ديال الجهات على المستوى الترابي. وكاين شق أخير هو المرتبط بتجهيز وتهيئة مجموعة من الأسواق النموذجية والمركبات التجارية بالعديد من المدن. كاين مجموعة المشاريع اللي تعملت على مستوى مثلا مدينة العيون، كاين واحد البرنامج ب 24 مليون ديال الدرهم. على مستوى القصر الكبير كاين واحد البرنامج تقريبا بواحد 7 مليون ديال الدرهم. على مستوى دائما القصر الكبير كاين مشروع آخر ب 4 مليون ديال الدرهم. جهة الشرق كاين شراكة معها في نفس الاتجاه بواحد 670 مليون ديال الدرهم. وكاين أيضا الجانب المرتبط بالمواكبة التقنية اللي كتقوم بها هذه الجماعات، لكن صراحة هذا ورش اللي مازال خص الاستثمار فيه أكثر في المستقبل من أجل إدماج كل هؤلاء الباعة المتجولون في المنظومة الاقتصادية.